اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اجي تشوف واحد المغربي اللي غيعطي درابو ديال الجزائر للمغاربه في الشارع وغادي يعطيهم بريكه ويقول لهم الا حرقتوا الدرابو ديال الجزائر غنعطيكم 200 درهم. شوف حنا كيفاش كنتعاملوا معاهم وشوف هما كيفاش كيتعاملوا معانا في الاعلام الرسمي ديالهم. واجي نبداو باول فيديو قبل ما ندوزو مع هذا المغربي هذا. نهضة الكرة المغربية بأموال الحشيش والكوكايين. واسمع يا معلم، اسمع يا حصرة على القناة الرسمية، قناة النهار، الإعلام الرسمي ديالهم اشنو كيقول على المغرب واشنو كيقول على الكرة في المغرب. الوداد البيضاوي وإنجازات منتخب المغرب مشبوهة بأموال الحشيش. سبحان الله العظيم، وصلنا للدومي فينال في كأس العالم ديال قطر وقال لك مشبوهة. شنو ربحنا الصبليون والبرتغال بالرشوة وحشومه صاحبي. شي يخرج واحد بحالي مثلا كيدير فيديوهات في فيسبوك ولا في يوتيوب ولا شي حاجه ويقول هاد الهضره هادي مابقاش فينا الحال. ولكن باش كيخرج اعلام رسمي ديالكم شنو باش كتسناونا حنا نردوا عليكم؟ باش كتسناونا شنو كتبقاو ساكتين زعما باز؟ كيبقى فيا الحاله فاش كيطلعوا دوك الجزائريين اللي كيبداو يسبوا في التعاليق، الصهاينه المطبعين كذا هادي. سمعوا بعد الاعلام ديالكم شنو كيقول، على باش ديك الساعه جيو ورياكتيو علينا ولا جيو وقول لنا حنايا بركه من الفتنه وديك الهضره الخاويه اللي كتقول. اخوان هذا راه عرس في الجزائر والله ما في المغرب. شو باش تعرفوا الخنشله كيديروا الخنشله في اي حاجه، حتى من العراسات والاغاني اللي كنغنيوهم في العراسات خونوها لينا. عايشين بالمغرب صراحه، عايشين بالتقاليد المغربيه والعادات المغربيه. ويجي شي واحد دابا يكذبك يقول لك واش احنا راه نتوما تزاديتوها في 1962 يديكم الله. ما عندوش مرتو عنده ولدو، حسبي الله ونعم الوكيل. انا عطيت الولد للدوله باش يخدم الدوله والدوله هي راهي تخرج فيا. هكا عطيت ولدي باش يخدم الدوله تاعو، ساعه الدوله راهي تخرج فيا. حسبي الله ونعم الوكيل. الجزائر ها الجزائر هاي غزه بروحها، هي لا غزه كيف يسلبوها حركوا الاخراج. حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع هذو الجزائريين قال لك حنا راه عايشين كفس من غزه اللي كتجيو تقولوا بانه غزه وحنا مع فلسطين وداك الشيء. شوفوا غير الجزائريين المواطنين ديالكم، المواطنين الجزائريين اللي جالسين كيخووهم من الديور ديالهم وجاو جالسين كيضحكوا علينا. قال لك في لافير ديال طنجه راه تحكمات والمغاربه راه في ديورهم وتا واحد ما دوا معاهم. سيروا حلوا مشاكل ديالكم على باش شوفوا ديك الساعه المشاكل ديال الدول الاخرى. رفيق هذه السنه المهرجان منع المؤثرين من المرور في طابيغو، شنو رايك في هذا القرار؟ هذا رفيق بوبكر غير شي نهار غيهربوا لينا بصح نيش ما يمكنش. المهم سمعوا شنو غادي يقولها لي انفلونسور. وهي قاصحه شويه فهمتي، حنا بحال ولفناهم هذوك فهمتي، حيت خص ديما يكون واحد الباراليل ما بين لا ريفليكسيون لا بروفوندور والبلاده ما عرفت كيفاش يسميوها التفاهه. ولفنا هذوك التافهين باش يديروا لنا حنا لا فالور. ما توقع لك الخبر ما عليناش صافي حتى المره اخرى حتى شي مهرجان اخر ويعيطوا. عطاهم صراحه لحقاش شنو لا فالور ديالهم اجوتي ديال واحد انفلونسر، شنو لا فالور ديالو اجوتي في مهرجان مثلا ولا فيستيفال اللي حاضرين مثلا فيه. هادو راه ممثلين بعدا بلوز او موا قراو الفن، عندهم اكسبيريونس، عندهم كذا. كتلقى واحد انفلونسور عنده كونت في انستغرام ولا عنده كونت في تيك توك قال لك حتى هو لا اصلا شنو كي انفلونسي. كل واحد كي انفلونسي على راسه. حتى انفلونسي عليا انا ولا انفلونسي على الاخر. انا كنصنع محتوى كندير فيديوهات ولكن عمري ما نسمي راسي انفلونسور ولا مؤثر وهذا شي تخربيق. دوزوا الفيديو اخر. المشكله مش في صعوبه اللهجه الجزائريه، اسمع هذا مصري او ان هي لهجه مثلا مش معروفه بسهوله. هذا مصري. اسمع شنو غادي يقول على اللهجه الجزائريه. قال لك راه ما يمكنش كي غادي دير تفهم اللهجه الجزائريه وكيقول لك حنايا كنفهموا الناس كاملين والناس ما كيفهموناش. لاغلب العالم العربي المشكله ان الجزائري اصلا يلومك انت اللي مش فاهمه ويندهش، يقول لك علاش انتم ما تفهموناش، علاش احنا نفهموا كاع العرب وانتم ما تفهموناش. تعال نشوف اللهجه اللي هو بيلومك انت اللي مش فاهمها. اتفرج صاحبي مالك تكليني شوف فيك راك مغينن، راني مهيهط، راك مغيبس، لا كيما راني مخرخش شويه. مخرخش مغيبط مهينن مزينن. تكلي تخيزست وتخيففت مع تغيننت تخنبشت. هي الحمى اللي تلمهم في الحبا ثم قول راني مشرمن مكرطب. تكلي راك تتكرطب.
يرحم والديك يرحم والديك. شفت يا سيدي؟ ده انا 12 سنه معاشرهم وفاكر ان انا عارف اللهجه، كل شويه يطلع بحاجه جديده. الحوار اللي سمعته ده انا اصلا عقلي اتكرطب، مش عارف يعني اتكرطب بس هو انا حاسس انه عمل لي كرطبه في عقلي وتهيهط خونا تفلاش صافي سلام. رابو ديال الجزائر. شوف هذا مغربي كيدور في المغرب هنايا راه وقيلا كازا، هاز درابو ديال الجزائر وكيدور على كيتلاقى مع اي واحد مثلا في الطريق كيقول له نعطيك درابو ديال الجزائر ولا نعطيك بريكه وحرق الدرابو نعطيك 200 درهم. شوفوا المغاربه كيفاش غادي يتعاملوا. اكيد ونعطيك بريكه نقول لك حرقي على الدرابو تاخذي 200 درهم دابا. لا علاش؟ وحنا خاوه فهمتي، حنا خوت. لا داكشي ما جاش بفلوس، داكشي في الدم فهمتي كيفاش. ما يمكنش تحرقي على الدرابو. لا ما يمكنش. واخا نعطيك اللي عطيت. لا ما يمكنش. الدرابو ديال الجزائر. مرحبا. اكيد نعطيك بريكه. علاش هاج؟ باش تحرقيه. لا امبوسيبل تاخذي 200 درهم. لا واخا ما عرفتش باش عطيني. نعطيك 500 درهم. هذا ديالنا. شوف باس درابو ديال الجزائر، شوف الفرق اصاحبي هنا هي الفرق في الاخلاق، الفرق في التربيه، الفرق في التعامل، يعني كل واحد شو كيفاش مربي. ديالنا بس هذه بحال بس المغرب. ممكن نلقى شي واحد اللي يحرق درابو ديال الجزائر. من الراي ديالي انا امبوسيبل تلقى. ما يمكنش تلقى شي واحد يحرق درابو. لا على من الحكم ديال التجربه ديالي انا في الحياه ممكن ما تلقاش شي واحد، حيت عرفتي علاش كتهضر راه شي حاجه. شي رساله للشعب الجزائري. مرحبا بكم وشنو نقول لك، كنتمناو ان يزورونا في اقرب وقت وبارك علينا، وكنتمناو حاجه وحده تحل حداد. الدرابو ديال الجزائر هاكا شد بيديك بريكه. اييه تحرق الدرابو تاخذ 200 درهم. لا ما نحرقوش 500 درهم. واخا شحال لا عايشين. علاش؟ حيت خاوه ديالنا هذوك فهمتي، خاوه ديالنا حنايا عايشين نفس الفقر فهمتي، داك الشيء علاش ما يمكنش لينا نحرقوا. شنو تقول لهذوك اللي بغانا يحرقوا؟ واش نقول لهم اخويا هذوك اللي بغانا يحرقوا على ود الفلوس هذوك طماعه فهمتي، وتقدر تجيبهم لوجيبه فهمتي وتلاقاو مع الرجال وداك الشيء واش وقع بيناتهم شي لعيبه. المهم ما نقدرش نحرق. الدرابو ديال الجزائر نعطيك بريكه نطلب منك تحرقي هاد الدرابو تاخذي 200 درهم دابا. لا لا علاش؟ ما بغيتش. نعطيك 500 درهم. لا علاش بغيتيش؟ حنا كاملين خاوه. لا واخا قولي لنا شي رساله للشعب الجزائري. خاوه وصافي. الدرابو ديال الجزائر اكيد شدي بيدك ونعطيك بريكه. علاش؟ تحرقي هاد الدرابو تاخذي 200 درهم دابا. لا خويا علاش؟ خاوه نعطيك 500 درهم. واش دابا راه بحال الرايه ديال الجزائر بحال المغرب. شنو تقولي لهذوك اللي كيقولوا حنا كنكرهوا الشعب الجزائري؟ علاش؟ كاينش هادشي. ما كاينش هادشي، علاش غتكون بيناتنا شي عداوه وما كاينش شي مشكل اصلا. علاش غنكرههم؟ عطيني شي سبب اللي غيخلينا نحرق الرايه ديال الجزائر. كاين الا شفتي في مواقع التواصل الاجتماعي كتلقى السبان. شنو تقولي هادوك كيحاولوا يخلقوا الفتنه والفتنه اشد من القتل. شوف ما كاينش شي مغربي اللي ما كيترددش، ماشي كيحاول مام يحرق درابو ولا يشعل بريكه، ما كيترددش كيقول لي لا الدرابو هذا بحال الدرابو المغربي بحال الدرابو ديال بلادي، علاش انا غادي نحرق درابو ديال الجزائر؟ هنا باش تعرفوا بان ما عندنا حتى شي مشكل مع الشعب الجزائري خوتنا. واخا نعرف بزاف ديال الناس في هذا الفيديو هذا ميم سي حنايا غير كنضحكوا داكشي غيخرجوا بلي كومونتير وغادي يسبوا غادي يعايروا. انا هذوك ما كنعتبرهمش كاينين. ما عندناش في المغرب اي واحد مثلا كيخرج ينتقدك في العوض ما ينتقد داك النقد البناء ولا تا هو يدخل معاك في الضحك وفي داك النشاط وفي ديك الطلعه اللي مطلعينا كيخرج يسب على حقاش هو اصلا في دماغه عنده غير السبان والمعيور، حيت هو اصلا داكشي باش كابر. هذيك التربيه هذيك ما عندهاش علاقه باين دوله كتنتمي ليها. ولكن واخا هكاك شي انا نتحط في هذا الكا مع العلم بانني كندير فيديوهات بزاف على الجزائر كنحاولوا ننتقدوا الاعلام ديالهم ولا مثلا نضحكوا ونطلعوها وداك الشيء، ولكن تحط في بلان بحال هذا وما نحرقش درابو مثلا ديال الجزائر. علاش؟ لحقاش انا ديك الدوله ديك البلاد ما دارت لي حتى شي حاجه، ما اداتنيش انا كشخص في شي حاجه. كنموتوا على المغرب وكنموتوا على البلاد ديالنا وما نخليو حتى شي حاجه اللي تقاسنا البلاد ديالنا. ولكن حنايا كمغاربه دائما هذيك اليد الممدوده
دائما كيف ما تعامل سميتو المغفور له محمد الخامس في ايامات الاستعمار ديال الجزائر، كيف ما تعامل وتعاون مع الجزائر بس استقلات، وكيف ما تعامل معاهم محمد السادس الملك ديالنا الحالي، ودائما كيقدم اليوم هذيك يد المساعده وكيقول لهم حنايا معاكم، حنا عمرنا ما نأذيوكم وعمركم تسناو بان الشر يجيكم من المغرب. فراه حتى حنايا كمغاربه بحبنا للوطن ديالنا والبلاد ديالنا، فرحنا عمرنا ما غادي نأذيو ولا غادي نسبوا شي جزائري. ولا لاحظتونا الفيديوهات ديالي كاملين ما عمري ما طيحت الهضره ولا قللت ولا خسرت الهضره ولا عيرت يعني الجزائر ولا الشعب الجزائري، بالعكس على راسنا وعينينا، والراجل كاع ما كيتحقر ولا شي نهار صدرات من عندي شي كلمه خايبه ولا شي حاجه، بالعكس كنشدوا فيهم، كنقشبوا معاهم، كنضحكوا عليهم، كنطلعوا عليهم، المهم في اطار غير الضحك والتسليه، وكنخلقوا هذاك الجو كيف ما كنقولوا بالعربيه تاع عربتي. الفيديو ديالنا سهله، نتمنى هاد الجزائريين اللي غيشوفوا هذا الفيديو يفهموني ويعرفون شنو بغيت القصد، ولا رجعوا الفيديوهات كاملين راه هادشي اللي غادي يلقاو. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.